يعيش المغرب حاليا أسوأ فترة له بشكل غير مسبوق. صعد المخزن من ممارساته القمعية بحق الصحفيين والحقوقيين المغاربة. في عهد محمد السادس أصبح الخوف يهيمن على النخب والمعارضين للسلطة، ولم يعد القمع يقتصر على النشطاء المضطهدين فقط، ولكنه امتد إلى عائلاتهم والأقارب. كاين هناك نشطاء من 20 فبراير 5 شباب اللي تقتلوا ومن بعد حرقوا في وكالة بنكية، وكاين هناك شاهد كان معاهم في الاعتقال اللي نجا من هذه المأساة، وخدوز من بعد 5 سنوات 4 سنوات سجنا. اللي الاسم ديالو محمد الزهري، كان قاصر، تعرض للتعذيب لدرجة خلع أسنانه، ويعني تعرض لتلف ملامح وجهه، ونقل وحتى أصيب بغيبوبة ونقل للمستشفى. والأخ ديالو اللي قلب عليه كان يبحث عنه في جميع المستشفيات حتى لقاه في واحد المستشفى في الحسيمة، وشافوا في ديك الحالة مربوط اليدين والرجلين في السرير. وكان هناك عدة شخصيات من أجهزة الأمن واقفين عليه في الغرفة، وبصق عليه أمام الطبيب رجل أمن على وجهه، ومنع الطبيب أن يمسح وجهه، قال له اترك الكلب كما هو. بالنسبة للمضايقات اللي كيتعرضوا لها عائلات النشطاء، أنا غادي نقدر نقول غير إثر مقتل محسن فكري اللي تطحن في حاوية الزبالة، كان هناك يعني واحد خلينا نقولوا بين قوسين تهديد للأسرة ديالو باش ما تطالبش بالحقوق ديالو. الاستبداد المخزني المغلق يتجند بكل الطرق لمحاربة الصحافة المستقلة. كل من يعارض النظام أو يفتح ملف الفساد يسجن بتهمة الخيانة وخدمة أجندات أجنبية معادية للمغرب، ويتعرض لأشد أنواع التعذيب، كثيرا ما تؤدي إلى قتل الضحية حسب شهادة نشطاء مغاربة. الاعتقالات الملكية في المغرب، كاين عندنا فيما يخص الصحفيين الريفيين محمد الصريح وجواد الصابري اللي كانوا صحفيين جريدة ريف 24 اللي اعتقلوا وعذبوا وحكموا ب5 سنوات فما فوق. كاين عبد العالي حوت اللي تحكم ب5 سنوات حتى هو، عنده موقع إلكتروني معرفش الاسم حقيقة، وهاجر على إثرها لهولندا بعد يعني الخروج من السجن. الصحفيون الاستقصائيون والنشطاء الحقوقيون في المغرب يعيشون تحت المراقبة الدقيقة. يترصد هواتفهم النظام البوليسي عبر برنامج التجسس الصهيوني بيغاسوس، ثم تنظم لهم حملة تشهير مكثفة من خلال الفروع الإعلامية لجهاز الأمن المغربي، وهو ما أجبر الكثير منهم على مغادرة الوطن والهروب من ديكتاتورية محمد السادس.